سلام، هلا والله، شلونكم؟ انا راح الوم المونوبوز. اوكي، راح الوم المونوبوز، ما راح اقول اي عذر ثاني. هلا والله، اهلين. شلونكم؟ والهان عليكم، حيل حيل والهان عليكم. حبيبي، مشكورة والله، والله انا والهان عليكم. هلا والله. شلونكم؟ طمنوني، شلون اموركم؟ بعد امري، لا والله ما ادل. لا والله ما ادل عليكم، بالعكس انا ما ردني الا ان عندي وايد ولعت عليكم بس. جد مزاجي كان. تشجعين على الكيتو؟ منو خرب؟ لأن في بعضكم لما فتحت مسجاتكم تقول احنا خلاص خربنا، تعالي عشان رد. منو خرب؟ منو قاعد يدش ويطلع؟ منو بالمرة طلع؟ دام بخير يا رب روبي. أنا كارنيفور غصبا علي، مو شجاعة مني، غصبا علي أنا كارنيفور. بارونا تدشين تطلعين، بارونا ولعت عليك. شوفوا، ما ألومكم، ترى مو سهل يعني. ممكن في البداية يكون سهل لأنه واحد متشجع وقاعد يشوف نتائج وكذا فيتحمل. مش تخريب يطلعنا الحمل يعني. مع الوقت وشوي تنعزمون هني، تسافرون، تملون نفسية، تشتهون، يعني ترى تصير عادي. إذا الواحد عارف شلون يرد مو مشكلة، المشكلة باللي يطلعون وبعدين ما يقدرون يردون وأمورهم ترد تعتفس، هني المشكلة. نور نورج حبيبتي. بورينج، صح. بورينج، عشان كذي لازم بين فترة والثانية واحد يغير طريقة أكله، يدخل شيء جديد، يطلع شيء هو متعود عليه عشان يرد يوله عليه مرة ثانية. أنا تصير معي كذي بالبيض، أمل أحيانا من البيض بشكل إنه ما أتحمل أكله، فأوقفه مدة لغاية ما أرد أوله عليه مرة ثانية. لأن الصدق يعني عندنا ليميتد، خصوصا بالكارنيفور بعد وايد أسوأ من الكيتو. الكيتو دلع بالنسبة للكارنيفور. لا تعوفين وتغيبين. والله ما أعوفكم، بس جد ضربني البيريمينوبوز بشكل، يعني ما أقول بأن حياتي كلها كانت متوقفة، بس شايفين المزاج اللي أنا أساسا غصب قاعد أعابل بنفسي، فما كان فيني بعد طاقة بإني أدخل على السوشيال ميديا وكذي، ما كنت راح أتحمل جد. الحين قاعد أصير أحسن. أوه حبيبتي، الله يرحمها، الله يرحمها. نفسية أهم شيء، نفسية وايد تلعب، أدري. شوفوا، النفسية ما أقول إن هي تتعدل 100% لما واحد ياكل أحسن أو ياخذ فيتامينات أو فيتامينات ومعادن معينة، لكن إذا أنت خلينا نقول مثلا نفسيتك نازلة ل30%، إذا خذيتوا بعض الفيتامينات والمعادن بكمية أكبر، تركيز أقوى، يصعدكم على الأقل 80%، فتحملكم يصير أحسن. إذا بدونهم ما راح تقدرون، أدري. صارت فيني وايد، حاولت اني انا اخفف الفيتامينات اللي اخذها، لا يعتفس، كل اموري تعتفس. هل شرب القهوة بكثرة يخرب الكيتو؟ لا ما يخرب، ما يخرب. كان ثاني كوب اليوم، لا ما يخرب الكيتو. خليدة، ثانك يو ثانك يو، والله جد ولهت عليكم جد. بقى. ما تتصورون ترى، يعني ما يمر يومين ثلاث الا انتوا في بالي، الاشخاص خاصة الاشخاص القدم اللي تقريبا في كل مرة كنت انزل فيها ستوري او شيء اشوف منهم تعليق، فهذول خلاص يعني صاروا جزء من حياتي ووايد افتقدتهم. بس قلت لكم ما راح الوم غير البيريمينوبوز والمونوبوز. حبايبي والله، الله مشكورين حبايبي. زين، منو فيكم طلع من الكيتو وراح حق دايت ثاني ولقى ان حالته احسن؟
بالنادي يا حبيبتي. good luck. enjoy. قاعد اشرب قهوة بالكريمة. انا للحين ما اوقفها حتى لما اخذ داي اوف. اول قهوة باليوم لازم تكون قهوة بالكريمة. انا خربت لان انتي كنت تشجعيني على الاستمرار. ترى انا بعد وايد خربت السنة اللي طافت بكل صراحة، وايد خربت. again menopause. وايد خربت. إذا في بينكم حريم بعمري يعني بحول ال50 راح تفهمون المينوبوز يخلي جنون الكارب. حتى وأنا على الكارنيفور الجسم يصير يبي الكارب بشكل وايد وايد متعب. حبيبتي حبيبتي والله يحفظك يا رب. 4 سنوات عليه. انزين ولما طلعتي قاعد تسوين شيء ثاني مرتاحة عليه؟ نور، هذا كلام حق نور. ماشي على شيء ولا خلاص خربتي كل شيء؟ لا ترى مو أملأ. شوفوا الحين أنا لما هديتكم كان وزني 74، أنا اليوم 75. وجهي مليان. أنا أتوقع كورتيزول. لا هو شحم ولا شيء، كورتيزول. أتوقع الكورتيزول عندي صاعد وايد بسبة المونوبوز. إيه أنا بصير ما في يعني أقل من شهرين بصير 50 إن شاء الله. قاعد أقول لكم يعني ضربني البيرمونوبوز. بين الكيتو وبين البالي. أوكي خالد نفس حالتك نفس أنا. حبيبتي ثانك يو. روحكم والله والله انتم حلو منكم انت والله. الدايت وزني واقف معذبني والله. بارونة ليش شنو النظام اللي ماشي عليه؟ 6 كواب قهوة من كريمة. ما قدرت ادخل في الكيتوسس. في شيء لازم تعرفونه، القهوة ما تأثر بالكيتوسس إلا إذا أنتوا أساسا عندكم وايد ستريس وجسمكم ما يتحمل قهوة. يعني أنا مثلا عندي جسمي يتحمل قهوة ما عنده مشكلة، حتى لو شربت قهوة أنام ما يخرب حتى علي النومة. في ناس مبلى القهوة ترفع لهم الكورتيزول. فإذا أنت مثلا قاعد تشربين 6 كواب قهوة باليوم والقهوة تأثر وترفع لك الكورتيزول، الوزن ما ينزل إذا الكورتيزول صاعد بالجسم. صعب. جربي تخففين القهوة وشوفي شنو. أو مثلا اخذي قهوة بدون كافيين، أو بس شربي اثنين مع كافيين الباقي بدون كافيين، شوفي شلون يمشي معك. وشيء ثاني بعد لازم تنتبهون عليه، قهوة مع كريمة. الكريمة ترى دسمة وفيها كالوريات وايد عالية. القفشة الكبيرة من الكريمة فيها حوالي 100 كالوري. حلو. فإذا أنتوا قاعد تشربون 6 كواب قهوة باليوم، لو قاعد تحطون بس قفشة واحدة كبيرة في كل كوب، هذه 600 كالوري باليوم. وفي ناس تحط أكثر، تحط قفشة ونص قفشتين. فتخيلوا هذا حول 800 كالوري أقل شيء، بين 600 ل 800 كالوري قاعد يدشون بس من 6 كواب قهوة. فهذا الشيء لازم تعرفونه. إذا أنتوا شربين قهوة ما تشربونهم كلهم مع كريمة، تشربون واحدة ثنتين باليوم أوكي، 3 ماشي. لكن إذا أكثر من كذي ما تشربونهم كلهم مع كريمة. بدلوهم. شايفين صبة حليب، صبة حليب كامل الدسم، ترى الأمور تكون أوكي. يعني حتى ما راح تخرب عليكم الكيتوسس لأن ما راح يكون في كمية كبيرة. حتى هذه العلب أبو قوس الصغيرة اللي ما فيها دوب 15 جرام، حبة منهم بالكوب، عشان بس إن القهوة ما تصير قوية، لأن مو الكل يتحمل قهوة سادة. الوزن مأثر. أي شوفوا الوزن أكيد يأثر على كل الفقرات. حلو. الوزن يأثر على المفاصل، فقرات، أكيد راح يصير في ضغط ثقل عليها. فلازم
لازم واحد ينزل وزنه. ومع العمر، كل ما العمر يكبر، كل ما يعني لما الواحد يكون صغير عادي ان جسمه للحين فيه قوة غضاريفة اوكي، فما يحس اذا هو وزنه 100 120. تشوفون اموره مو هالكثر بايخة، قاعد يتحرك ما عنده مشاكل. مع العمر في الفقرات قاعد تتأثر، العظم قاعد يتأثر، فالوزن الزايد يصير اصعب على الجسم انه يتحمله. فكل ما تكبرون كل ما يكون اهم انكم تنزلون وزنكم. أنا تركت لأني سمنت وصار الكيتو صراحة غير مستدام، والحين منجار ومبسوطة عليه. إذا أمورك أوكي عليه أوكي، بس ديري بالك لازم تاكلين عدل، لازم فيتامينات ومعادن. وإذا شفت بليز ماي بكمية زينة. وإذا وزنك قاعد ينزل بسرعة لازم تاخذين شيء تنظفين فيه الكبد، اللي هو الماي مع الليمون، الخل التفاح مع الماي مع الأكل. تشربين ماي زيادة، ممكن تاخذين تاتكا أو عصارة الكبد، أحمض الكبد، علشان الكبد عندك ما يتأثر، لأن الكبد ممكن يتأثر مع نزول وزن سريع. فديري بالك بس من هالناحية. Are there any vegetables that do not upset your system؟ الكلام لي أنا. شوفوا، البطاط إذا بدون القشر، بعض أنواع الفلفل البودر، مو كل الأنواع، في أنواع تأثر فيها. عيش أبيض، طحين أبيض، بس للأسف هذيلي كاربهم وايد عالي، فقاعدة أدخلهم الحين. أنا كارنيفور، بس قاعدة أدخل هذيلي بس بكميات حيل حيل قليلة، أحيانا بشكل يومي أحيانا لا، بس غير كذي لا، يعني ولا شيء، لا حتى ولا بصل ولا ثوم ولا خس ولا شيء، كلهم يعوروني. وكان لا، أخلي هذا الموضوع في يوم ثاني، لأن في طريقة شوية حسنت حساسية جسمي حقهم، بس بعدين تبين إن هم حتى جسمي يتحملهم، بس قاعد يضرب بالمفاصل عندي. ثاني يوم أقوم كل مفاصلي ما ترضى تتحرك بشكل عدل، وعرفت إنه هو من الخضروات للأسف. مشكورة حبيبتي، وأنا بعد والهنا عليكم، ومستانسة إني أنا داشة. ما توقعت إني راح أستانس إني أنا داشة. أنا من 2/9 لليوم في الكيتو، ما شاء الله ما شاء الله، دوم حلو. شنو أسباب صعود الكورتيزول؟ أول شيء النفسية، ثاني شيء أي نوع ستريس يحوش الجسم. الكورتيزول هذا شيء مو شين، الشيء هذا عبارة عن سيستم حماية للجسم. شايفين شلون إذا أنتوا مثلا خفتوا من شيء أو قاعد تسوقون وأحد لف عليكم وفجأة يفور فيكم شيء يخليكم توخرون عنه، ايدكم تحوش شيء حار وعلى طول توخرون عنه، هذا كله كورتيزول. هذا هرمون في الجسم بشكل طبيعي موجود، يرتفع في الجسم بأي لحظة. الجسم يحتاج حماية. خفتوا من شيء، تضايقتوا من شيء، تأذيتوا من شيء، حتى إذا سويتوا رجيم قاسي، حتى إذا يوعتوا الجسم، حتى إذا تضايقتوا نفسيا، المشكلة هني بأن الجسم ما يفهم أنا اليوم نفسيتي متضايقة، ولا أنا اليوم بس مجرد أن أنا صار لي شهر رجيم قاسي فجسمي يعان، ولا أنا في أحد قاعد يلحقني بمسدس بيذبحني. بالنسبة حق الجسم هذا كله ستريس، وأول ما يصير في ستريس بالجسم، حتى لما تمرضون، إذا صار فيكم مرض، صار فيكم عوار، أي شيء، يرتفع الكورتيزول. هذا بالنسبة للجسم. هذا الحين الجسم فيه ستريس، لازم علي الكورتيزول. الكورتيزول يحميكم. الكورتيزول الحين يبتدي يقول حق الجسم الحين دير بالك، لا تحرك كذا، لا تحرك كذا، لا تسوي شيء. الجسم عنده ستريس، وهني تي المشكلة بأن الحين الكورتيزول صعد. أنا الكورتيزول عندي صاعد لأن أنا قاعد أدش في المونوبوز وايد صعب على الجسم، فالجسم في حالة ستريس، فصعد لي الكورتيزول عندي. وحتى قبل فترة ترى، يعني كنت قبل أسبوعين فجأة زدت 5 كيلو فجأة، و5 كيلو صجيين. رديت شديت بالكارنيفور نزلتهم، الحين أنا صايرة 75 بس. وحتى الخصر عندي كبر، بطني وايد كبر بسبب ان الكورتيزول صار عندي، لأنه فجأة من بيريمينوبوز قاعد أدش بالمينوبوز.
وهالشيء هذا يخلي بأن الجسم ما يحرق، الجسم يخزن دهن، الجسم يخزن ماي، الجسم ينزل سرعة الحرق، الجسم ما يبتدي يرمم في نفسه، يعني لا مشاكل. هو مفيد للجسم بس لا مشاكل. فإذا كان أحفظ البث، مسجكم تبوني أحفظه على راحتكم، أوكي أحفظ لكم يا حاضر. ف هني المشكلة بأنه شايفين لما تقولون يبا أنت ليش تحرق أعصابك، هد يبا مو زين تجيب نفس حق نفسك المرض. لأن إذا الكورتيزول صعد ومدة طويلة، الجسم مو هو الحين قاعد يوقف كل شيء، قاعد يوقف ترميم، قاعد يوقف حرق، قاعد يوقف كذا كذا كذا، لأنه شايف أن أنت الحين بحالة خطر، تبتدي الأمراض فيك. الكوليسترول، الضغط، السكر، شنو، حتى الكانسر. عشان شي وايد ناس لما نفسيتهم تتعب يمرضون صج، وحتى الكانسر يصير فيهم كانسر، واللي يصير فيهم كانسر بعيد عليكم إذا هم نفسيتهم زينة، نسبة إن هم يطيبون من الكانسر وايد أحسن من نفس الناس اللي نفسيتهم تعبت أو عندهم مشاكل في حياتهم. هذيلي ما جسمهم مو قادر يقاوم الكانسر، وعرفتوا. للأسف الكورتيزول في طرق إنه واحد يخففه، لكن هم إن إحنا مو دايما نقدر نتحكم فيه بإنه نشيله من عندنا. في قهوة ديكافينيتد نفس الطعم، إيه. في أوريكم إياه بعدين. في بودرة للأسف في الكويت الحين مقطوعة، كانت حلوة. عندكم مالت ماركس اند سبنسر جولد، أصور لكم إياه بعدين، أحط لكم إياه بالستوريات. وفي البودز مالت النسبريسو، ماركة نسبريسو الديكاف وايد حلوة. وفي ماركة ثانية بعد أوريكم إياها بعدين، أصور لكم. هذول الديكاف وطعمهم بالضبط مثل العادي، ما يفرق. وحتى في شاي ترى ديكاف وهم طعمه ما يفرق، شاي أحمد أنا مجربته، أنا أصور لكم إياه. شقد مشتاقة حبيبتي، ثانك يو. أحاول أكل دايت وأسوي رياضة، وأنا وايد من وقت بس ما في تغيير. خليني أقول لكم أنا لما بديت الرياضة إيش صار فيني. الرياضة يعتبر نوع من الاسترس على الجسم، فإذا الرياضة شديدة سترس ما راح ينزل وزن. أنا لما بديت رياضة في البداية مو بس إنه ما نزل وزني، أصلا زاد وزني وبطني كبر وصار عندي شحم زيادة بسبب إنه سترس. خصوصا إن أنا في حياتي ما تمرنت يعني صج تمرين صجي، فلما جيت تمرنت كان جسمي، لأن التمرين احنا نقول اوكي التمرين زين حق الجسم والتمرين زين حق الجسم، بس الجسم قاعد يقول شنو هذا، انا ليش قلبي قاعد يدق هالكثر، ليش عضلاتي قاعد تتحرك بهالقوه، ليش الضغط، يعني لما تتمرن الضغط عندك يتغير، دقات القلب، حركه الجسم، كل شيء عندك يتغير لما انت تتمرن تمرين قوي. فبالنسبه حق الجسم ما راح يفهم الهرمونات بالجسم، ما راح تفهم بانه انا هذا وضعي لاني قاعد اتمرن قوي، يفهم ان هذا نوع من الاسترس فيرفع الكورتيزول. وهاي مشكلة التمرين القوي خصوصا حق الجسم اللي مو متعود. فممكن انه في البداية يرتفع عندكم الكورتيزول لغاية ما الجسم شوي شوي يطغ. انا بالنسبة لي ظليت سنة كاملة انا وزني زاد، خصري بالذات وايد كبر، بطني كبر، وانا على رياضة 5 أيام باليوم، وقاعد اكل. ايامها كنت كيتو حتى مو كارنيفور، ووايد كنت مستغربة من هالشي، بس ما كنت فاهمة شنو ممكن أسوي. أنا بالنسبة لي اللي خفف لي الفترة اللي طافت قبل المونوبوز بصراحة إني زدت الكارب، دخلت كارب. الكارب شوي يقلل من الكورتيزول، أوكي مو كارب، مو تلعبوا بالكارب لعب، بس دخلت شوية كارب بالكورتيزول. وقللت، قصدي خفف الكورتيزول، وقللت ساعات الصيام. أغلب الأجسام الصيام الكيتوني هذا يزيد الكورتيزول عندكم، لأنه بالنسبة للجسم أنا قاعد يجوع، ما يفهم إن أنا أوكي أنا صايمين صيام كيتوني علشان أزيد من الحرق أو أرمم، لا، يشوفه كيوع ويبتدي يصعد الكورتيزول. فأحيانا الصيام يخرب عليكم نزول الوزن بدل ما يساعدكم. فأنا بالنسبة لي يعني
أحيانا تي ساعة واحدة ثنتين، حتى اليوم ترى أنا بس شاربة قهوة، تي ساعة واحدة الظهر ثنتين الظهر أنا للحين ميوعانة، كلش ميوعانة. هذا إذا صار فيني مدة أشوف إنه وزني يصعد أكثر أو ما يرضى ينزل، إذا ما قدرت أجبر نفسي آكل. لكن إذا كل يوم كليت على الساعة واحدة كذي كليت، أموري تصير وايد أحسن. فإذا صيامش طويل بارونة، قللي الصيام، كسري، حتى لو تكسرينه بكابتشينو. مرات أنا ما أتحمل كيتو، أحاول باليو، فواكه بدل الحلو. ليش لا راشد؟ ما في نظام واحد يمشي على الكل. لا تقولون كيتو، كارنيفور، نظام نباتي، نظام ميديتيرينيان. ما في نظام يا واحد يمشي على الكل. حتى الكيتو اللي أنا دائما أقول يمشي على الكل، لكن بين شخص وشخص لازم يتغير، لازم يصير في تعديل. ما ينفع الكل ياخذ 20 جرام كارب. في ناس راح تحتاج أقل، في ناس راح تحتاج أكثر، في ناس راح تحتاج إنها تزيد الدهون، في ناس تحتاج تقلل البروتين، نفس الشيء. في ناس تحتاج نظام الوجبة الواحدة، في ناس لازم تقلل، لازم تاكل 3 وجبات حتى. فلازم النظام يتغير. أهم نظام غذائي هو النظام اللي قاعد ينفع جسمك أنت، مو أخوك، مو أختك. وحتى أنت من مدة ومدة لازم يتغير على حسب حياتك. إذا كبرت بالعمر، الحين أنا ما ينفعني آكل نفس ما أكلت أول ما بديت الكيتو. إذا سويت نفس ما أول ما بديت راح يزيد وزني، لأن أول ما بديت كنت وايد أحط دهون بزيادة، كان أكلي غرقان دهون. الحين لا جسمي يتحمل دهون وايد عالية بهالشكل، ما أتقبل أصلا، وأحس إن جسمي يصير حار وقلبي يركع، ما يتحمل. وهم أنا ما ينفعني الحين بعمر هذا، ما ينفعني آكل مثل ما كنت في بداية الأربعينات. حتى الحين يعني قبل لا أبتدي أتمرن كان نظامي وايد غير عن الحين. الحين محتاج أدخل شوية كارب. إذا كليت 20 جرام كارب يصير معي هبوط بالسكر بشكل يعني إن أحتاج أروح المستوصف، وأحتاج أخرب نظامي وآكل كاكاو وبسكوت وكذي عشان أقدر أرفع جسمي لهالدرجة، يعني يصير عندي وضعي غلط. فهذا الشيء لازم تعرفونه. اللي ينفعك هالسنة مو شرط ينفعك السنة الجاية، مو شرط ينفعك إذا بديت تمرين. راح يتغير وضعك عن بدون تمرين. قبل حتى قلت لكم، إذا أنتم حتى طلبة، إذا أنتم بالصيف بلشتوا نظام، بعدين تدشون بالجامعة مثلا أو مدرسة، نظامكم لازم يصير فيه تغيير. كنتوا بالصيف قاعدين بالبيت، قاعد تنامون للظهر مثلا إجازة، وبعدين لا، عندكم دوام من الصبح للعصر وحوسة وامتحانات، ما راح ينفع. فلازم يتغير. أهم شيء إن أنتم مرتاحين، جسمكم مرتاح. غيداء، تتوقعين حساسيتك ممكن تكون بسبب التكميم؟ إي ولا. إي لأن شوفوا، في شيء هذا أنا بعد وايد حابة أتكلم فيه، بس يمكن أتكلم فيه على التيك توك، مو هني، اللي هو التكميم. ما تصورن متحسفة إني سويت تكميم على قد شعر راسي. لحظة، أنا إيش سويت هني بالشاشة؟ جد متحسفة إني مسوية تكميم، لأنه مخرب لي وايد أشياء، وايد أشياء مخرب علي بحياتي. هل ممكن بأن حساسية الخضروات اللي صارت معي لأن معدتي صايرة صغيرة، ومع العمر دائما مع العمر في أشياء حساسية بالأكل قبل كان يتحملها جسمك، بعدين لا، فأنا زاد لأن عندي تكميم؟ ممكن. بس في شيء أنا انتبهت عليه من قبل، من وأنا يعني بالعشرينات، لما كنت أمرض. عادة لما واحد يمرض يقولون له روح اكل، زيد بصل وليمون وثوم وكذي، اكل الاشياء هذه علشان تزيد عندك المناعة. انا لما كنت اكلهم كنت احس ان جسمي كان يفور حرارة، كنت اتعب وايد اكثر. انا عبالي لان جسمي قاعد يقاوم. بعدين يعني لما عرفت ان هاي حساسية الجسم، هني يبين ان انا لا، لان لحد الحين اذا كليت شيء غلط يبين فيني كحرارة بالجسم، كفورة حرارة وتعب ودوخة، نفس اللي كنت احس فيه بالعشرينات. فالظاهر في شيء موجود اساسا. هل العمر زوده؟
التكميم زوده أو كلهم ثلاثتهم مع بعض، أو يمكن التكميم ما له دخل. ما عندي جواب، ما في جواب للأسف. يعني رحت حق دكاترة، ما في دكاترة أصلا حتى ما يقتنعون بأنه في شيء اسمه حساسية من الخضروات. هلا غيدة. وأنا بعد ولان عليكم. سما، تبين تدشين ريكوست جوين ولا بالغلط دازته؟ اوكي سما، سوري كنت قاعد اكلم امي. انا طالعت لي، ما ادري عندكم بين كذي بعد، انا طلعت لي الشاشة مكان غامج مكان فاتح وما اعرف شلون اعدله. anyway، للأسف حساسية الخضروات للحين لا، على شو انت تدرين حبيبتي؟ عادي، عبالي بتشين معي عادي. حس عندي حساسية خضروات لما أكلها يصير عندي نفخة وغازات وكثير أتضايق. نفخة وغازات هذه مو حساسية خضروات، هاي مجرد إن عندك السيستم عندك، سيستم الهضم عندك مو متحملهم. ممكن احتمال مثلا البروبايوتكس يمكن ينفعون عشان تاخذين بروبايوتكس. ممكن حبوب الانزيمات الهاضمة تنفعج، ممكن خل ينفعج. جربي هالاشياء، او جربي مثلا ان تاكلين خضروات اللي اليافها اقل. احيانا الالياف، الخضروات والفواكه كذي طبيعتها اليافها عالية والماي فيها عالي. فاذا انتم السيستم الهضم عندكم ضعيف وتاكلون هالاشياء فيسبب نفخة عندكم. تعدلونها بأن أول شيء توقفونهم فترة، بعدين تبتدون تدخلون الأشياء المطبوخة، ومطبوخة عدد تكون ناعمة على أساس الألياف تكون متكسرة بالطبخ، وتاكلون كميات قليلة وتبتدون شوي شوي تزيدون لغاية ما تشوفون وين حدودكم. شيء مطبوخ، شيء مخلل، الأشياء اللي أليافها أنعم من غيرها، وتبتدون تزيدون. السلطات توقفونها، السلطات بالذات آخر شيء تدخلونها، السلطات والبقول، لأن هذول أصعب شيء على الجهاز الهضمي. وتبتدون شوي 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 لغاية ما تشوفون شنو الوضع معاكم. انزيمات هضمة تنفعكم، كثير ممكن ينفعكم تشربون لبن كثير، أو شغل بيت روب أو لبن شغل بيت، خل. وهم عندكم هم الكبد. الكبد هم ممكن انه هو يساعدكم على سالفة الهضم، فاخذوا انزيمات الكبد او التوتكا، هذيلي راح. وشوفي وضعك، هذا مو شرط يكون حساسية خضروات. غيدا، انا عندي كوليسترول، الكيتو يناسبني؟ ايه يناسب. اللي عندهم كوليسترول يروحون على الكيتو، مع ان الكيتو كله عبارة عن دهون مشبعة، لكن بالعكس ينزل الكوليسترول عندهم. على شيء غلط بأن الدهون المشبعة هي اللي تزيد الكوليسترول، الكارب هو اللي يزيد الكوليسترول بالجسم. وعليكم السلام، هلا والله. وأنا بعد بشتكت لكم. عندي ضغط مزمن، يصير لي الكيتو؟ إيه يصير. نفس سالفة الكوليسترول، اللي عندهم ضغط يمشون على الكيتو الضغط عندهم ينزل، لأن هم نفس الشيء، الضغط مع كارب ودهون أي كلام وأكل أي كلام الضغط يزيد. كيتو حق اللي عندهم ضغط، كيتو ملح بحر، حلو، ما تستخدمون ملح عادي، ما عندكم ملح بحر، ملح صخر اللي هو ملح طبيعي، ودخله بوتاسيوم، خضروات ورقية، عندكم الأفوكادو، وتحتاجون بعد حبوب بوتاسيوم علشان تنزلون الضغط، وطبعا مغنيسيوم معه. أسبرتون حبيبتي، ثانك قوانين، ولا أنا عليك. أنا معي باركنسون، والكيتو الوحيد اللي نفعني بس مع البروتين، والأدوية تبع باركنسون ما تشتغل عدل مع البروتين. انزين. سوري، شنو اللي قاعد تحكي عن باركنسون؟ سوري ما أبي أقول اسمك غلط. فلاح، فلاح. الكيتو نفعج، وما تقدرين توقفين الأدوية، لازم تاخذين أدوية الباركنسون مع الكيتو.
حلو، وما تشتغل مع البروتين طول الوقت، ولا ما لازم تاخذينهم مع بعض؟ يعني مثلا في ادويه اذا خذيتها الحين وبالليل كلت بروتين الامور اوكي، لكن في ادويه بان انا لو حتى خذيت الحين وما كليت معها بروتين، بالليل خذيت بروتين او باكر خذيت بروتين، هم يظل انه يتاثر. فبس ابي اتاكد من هذا، بالمره يتاثرون ولا بس اذا خذيتيهم مع بعض؟ ريما وين هالغيبه؟ منopause. غيداء شنو رايك بهبه الاوزمبيك والمونجارو؟ سلاح يضر وينفع. في ناس عندهم أمراض سمنة وعندهم سمنة مزمنة والأشياء هذه، وما قاعد يقدرون يتحكمون بنفسهم أبدا، ولا كيتو ولا أي شيء ثاني. الإبر هذه على الأقل تفكهم من السمنة والأمراض اللي تجي مع السمنة. بس المشكلة مع هاي إن هي هرمونات. وحتى ترى في ناس، في دكاترة أنا شفت مقابلات حق دكاترة مو بالكويت، قاعد ياخذونه بكميات جدا 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 قليلة، مو حق سمنة، قاعد يعدل فيهم أشياء، فيهم أمراض خصوصا حق الكبار بالعمر، قاعد يعدل حتى آلام بالمفاصل عندهم. فلا فوايد، أوكي، مو 100% مو زين، لكن مشكلته قاعد ينوخذ بدون ضوابط، قاعد ينعطى حق كل من هب ودب، قاعد ينعطى حق ناس لأن تبي يكون شكلها سمباتيك وتبي يكون تلبس مقاس 8 وتبي تصير فاشينيستا أو تبي تصير مثل هالفاشينيستا. هني الخطر. والدكاترة اللي قاعد تصرفها بالهبل حق الكل كشيء بس ينزل وزن بدون ضوابط، هني المشكلة. لازم تحليل، لازم يقعد الدكتور مع الشخص ويفهم نفسيته، لأن في ناس راح تدمن وراح يصير عندها أمراض أكل بسبته، وفي ناس راح تدخل فيهم تاخذ الإبر وما تعدل حياتها، تاخذ الإبرة وتروح تاكل فاست فود، تاخذ الإبر تروح تخربط، لأن الإبرة راح تسد نفسها فراح تاكل شوي، نفس طريقة التكميم نوعا ما، تاكل شوي وخلاص فراح ينزل الوزن. بس ما تعلم الحين أنا إذا وقفت هالإبرة شلون المفروض آكل، شنو المفروض آكل. فأول ما يوقفون الإبرة، أولا أغلب مو الكل بس نسبة كبيرة منهم أول ما يوقفونها راح يكونون ميتين يوع، وراح ياكلون بالهبل لأن الجسم يعان، مو ماكلين صح، مو ماكلين، مو ماخذين فيتامينات، لا معادن، لا أكل، لا بروتين، فالجسم يكون يعان من ناحية التغذية ومن ناحية الأكل، فراح يصيرون ميانين أكل ويردوا الوزن كله وزيادة، ووزن مرض، كله شيء غلط. وفي ناس راح يعجبهم سالفة إن إحنا قاعد ناكل لقمتين يوقفون، فحتى لما يوقفون الإبر راح يكونون دشوا في الأنوركسيا، يحطون كم لقمة، إذا كلوا شوية أكثر من كم لقمة على طول يهسترون، لأن الحين وزنه راح يرد. وفي بعضهم أساسا هذا لأنه هذا عبارة عن هرمون يلعب بالهرمونات داخل، يسبب اكتئاب ممكن يوصل للانتحار. هذا شيء وايد لازم تعرفونه، وايد ناس ودكاترة أبدا مو مهتمين لهالشيء هذا. غير المشاكل الثانية اللي ممكن نزول الوزن يسبب مشاكل بالكبد، بالكلية، بشكل عام تعب وهوان، وما يهتمون لا بالتغذية، لا بالفيتامينات، لا المعادن، لا تنظيف الكبد، لا تنظيف الكلية، ولا النفسية، ولا الاكتئاب. هني الخطر، إن ما يعرفون هذا شنو معاه المفروض يكون. هذا خطر أكبر من إنه هو شنو ممكن يسوي. صار لي كيتو شهر وسويت تحاليل، يوريك أسيد صاعد والكوليسترول صاعد والعصام صاعد، شنو السبب؟ ترى الكوليسترول أحيانا يعني حتى لو بالتحليل العادي يبين صاعد، لكن هو ما عنده أي مشكلة، يعني ما معه مشاكل إنه صاعد. إذا أنت خايفة خففي شوي دهون، أوكي. اليوريك أسيد صاعد عندك معناته أنت عندك مشكلة بالهضم. أولا عندك مشكلة بالكبد، الكبد عندك مو قوي، ما قاعد يطلع انزيمات هاضمة كفاية، فتقوين الكبد بأنك أنت، وحتى الكبد عندك، وحتى كسر البروتين عندك، الجهاز الهضمي عندك تعبان، مو قادر حتى يكسر البروتين. فأهم شيء تدخلين خل،
اي نوع خل، مو الا تفاح، المهم خل طبيعي، خل طبيعي تدخلينه باكلك، بصلصاتك، تصبين على الاكل، تصبين على السلطه، على اساس انه يكسر البروتين عدل، وهم ينظف الكبد عندك. ممكن تاخذين حبوب توتكا او عصاره الصفرة، حبوب العصاره الصفراء، عشان تقوي الكبد عندك. هذيلي هم اللي راح يساعدون بانه ما يصير عندك يوريك اسيد. كارنيفور، قصدك كارنيفور؟ شنو؟ نادي؟ إذا قصدك بالكارنيفور وايد زين، بس ممل ممل ممل، في وايد ناس قادرين عليه. أنا ودي اليوم أهدى قبل باكر، لكن مقدرة. أفلح؟ أوكي أفلح، توني أشوف المسج. السلام عليكم. السلام. هلا. علاج الهبوط والتعب أثناء الكيتو رغم الالتزام بالمكملات والأملاح، والملح دكتور سولت ينفعني أخذ منه البوتاسيوم. الهبوط والتعب معناته الأكل مو كافي. إذا أنتوا قاعد تاخذون مكملات صح، معناته الأكل مو كافي. الجسم ياخذ حاجته من مكانين، ككالوريات من بروتين ودهون وشوية كارب، وكتغذية. إذا تعطونا مكملات وأملاح زين، لكن إذا أنتم ما قاعد تعطونا بروتين كفاية ودهون كفاية، الفيتامينات بروحها ما راح تشيلكم. لازم تغذون الجسم من الصوبين، كتغذية وكفيتامينات، كتغذية من بروتين وكذا وكذا هذا. فإذا تاخذون أنتم مكملات وأملاح وللحين في هبوط التعب، معناته زيدوا عندكم بروتين، زيدوا الدهون. وهالملح دكتور سولت ينفعني أخذ من البوتاسيوم؟ يعتمد إيش كثر. مشكلة البوتاسيوم وايد تفرق من شخص لشخص، يعني ما في يقولون لكم في رقم معين ان اللي هو 4300 اتوقع حق الكل، لكن هذا مجرد المعدل. اذا انتم شخص حركيين، اذا انتم شخص تعرقون وايد، اذا انتم شخص تروحون النادي، اذا انتم تشربون سوائل وايده، راح تخليكم تحتاجون بوتاسيوم اكثر. فمو شرط ان البوتاسيوم اذا مكتوب ان انتم المفروض تاخذوا، مثلا خلينا نقول شريتوا الكترولايتس، يقول لكم 1 سكوب كفايه حق اليوم. بس اذا انت قاعد تروح النادي وقاعد تعرق، اذا انت مثلا مثلي انا كارنيفور، ما عندي بوتاسيوم باكلي، البوتاسيوم يجي من خضروات وفواكه، ما عندي بوتاسيوم باكلي، وقاعد اروح النادي وقاعد اعرق واشرب وايد ماي واشرب قهوه، انا راح احتاج بوتاسيوم وايد اكثر من شخص لا ما يروح النادي، او طبيعه جسمه ما يعرق وايد، ما يشرب وايد ماي. يفرق. صوتي حلو؟ صدقين ما احب اسمع صوتي، احسه في بحة خايسة. ما احب اسمع صوتي. عن اي ابرة؟ ابر المانجارو والاوزمبيك وهذيلي. اتأزم اذا سافرت، اذا طلعت جيني حوسة. صح، السفر وايد صعب لانه ما تقدرون تتحكمون. واذا انتم مثلا من النوع اللي لازم تاكلون لحوم اسلاميه، يعني في ناس عندهم عاده لما يروحون دول غربيه ياكلون لحومهم، في ناس لا، يقولون احنا لازم مذبوحه الطريقه الاسلاميه، اللحوم من دول مسيحيه ما ناكلها. وايد يصير صعب، وايد يعني شبه مستحيل. وين بتلاقون مكان؟ وكم مره بتاكلون بيض وجبن باليوم؟ ما تقدرون تاكلون عيش، ما تقدرون تاكلون خبز، وهم ما تقدرون تاكلون لحم. طيب شنو تبون تاكلون؟ معقوله بتاكلون بالسلطه طول السفره؟ فانا اتفهم بان وقت السفر صعب. رايحين دوله مسلمه او وايد فيها مطاعم مسلمه، تقدرون تمشون اموركم تمام. انتم طبعكم تحبون الاكل البحري، فاذا ما حصلتوا لحم ودياي تاكلون اكل البحري، حصلتوا السالمون والروبيان تمام. او انتم طبيعتكم عادي اذا رحتوا مكان وما حصلتوا لحم اسلامي راح تاكلون لحمهم تمام. لكن اذا لا، انتم عندكم كل هالاشياء ضدكم، لا كارب، ما تاكلون لحم مو مذبوح الطريقه الاسلاميه. انا مثلا الاكل البحري ابدا ما يشبعني، بالنسبه لي ولا شيء الاكل البحري، كاني مو ماكله شيء، فانا لازم لحم ودياي. اتوقع اذا سافرت
يا اما اني ما اسافر اروح دولة مو اسلامية، او اذا سافرت راح اضطر اكل من لحوم، ما راح يكون عندي شيء ثاني اكله. فبس الشيء الزين اللي بالسفر، السفر فيه حركة اكثر، راح تضطرون انكم تمشون وتروحون وتيون وكذا، فالكار بينحرق اسهل من اذا انتم موجودين بحياتكم العاديه. فهذا شيء اهون يعني. اما انه ما راح يزيد وزنكم، او اذا زاد ما راح يزيد بيونون، راح يكون محروق شوي. اخباري ونشاطاتي مثل ما انا. نشاطاتي ما في، بس اروح النادي. المنوبوز عذاب. ومع احترامي لدكتور بيرغ، لما طالعت فيديو عن انه شلون تشيلون كل اعراض المنوبوز، وقال انه زيدوا الدهون واكلوا زبده زياده ودهون شحوم زياده، فيديو ولا بيزه كلش ما فرق معي. اول مره اقول عن فيديو حق دكتور بيرغ ولا بيزه. ابدا ما صحيح الكلام. انا سويت المراره والحين يجيني الم في المعده، اقدر اسوي كيتو ولا يزيد الم المعده؟ الم المعده من شنو؟ يعني هو الكيتو ما يسوي آلام بالمعدة، بس انت ألم المعدة من شنو؟ انت عندك يعني ألم المعدة، شوفوا هو ممكن يجي من، غالبا يجي من 3 أشياء. اما ان عندكم حموضة بالمعدة، وهذا شيء يتعالج بسهولة مع خل وكذا، يخلي الحلقة المعدة تتسكر بشكل أحسن، تقوى، فبيروح ألم المعدة. أو ان عندكم اللي هو قرحة المعدة، أو يكون عندكم التهاب بالمعدة. لكن عوارب المعدة بسبة ان شلت المرارة ما لهم دخل في بعض. فلازم تعرفين روحي شوفي دكتور، شوفي ألم المعدة من شنو بالضبط. هو الكيتو ما راح يزيد ألم المعدة، لا. أجلس ألتزم بالكيتو. شنو نصيحتك لي؟ وعندي خوف من استخدام الدهون لأن وزني عالي. إذا وزنك عالي ترى شوف يعني إذا الوزن عالي، مثلا خلينا نقول أنتوا الحين حطيتوا خلينا نقول بيض مسلوق، حطيته مع جبن، خلاص في دهون من الجسم، ما يحتاج بعد تغرقون البيض دهن. سويتوا بيض مقلي، خلاص حطيتوا مثلا خلينا نقول 10 15 جرام دهون، قليتوا فيهم 3 بيضات، خلاص مو لازم بعد تغرقونك افوكادو وكذي، ترى كافي. خصوصا اذا الوزن وايد عالي وتيون تحطون وايد دهون عاليه، راح ترفعون الكالوريات ملوتكم. الدهون كالوريات تخرع. فاذا انتم تدخلون كالوريات، خصوصا اذا ما تعرفون تحسبون، لا جود. اذا ما تعرفون تحسبون وتدخلون دهون عاليه، ترى ما راح ينزل الوزن بسهوله، ممكن حتى يزيد وزنكم لان قاعد تاكلون اكثر من حاجتكم. فما يحتاج تخافين من دهون. اكلي بس ان اكلك ما يكون، يعني اذا بيض مسلوق بروحه دهونه مو كفايه، فتحطين عليه صبه زيت زيتون، تحطين معاه شويه جبن او شويه لبنه، زيتون، تحطين زعتر تخلطينه مع زيت زيتون، تحطين مع اكلك، او نص حبه افوكادو، شيء كذي. لكن اذا قالي البيض مو شرط تحطين معاه اي شيء ثاني، بيض مقلي اكلي عليك بالعافيه، حطي معاه خيار، طماط، جب حبه زيتون، مخلل، سلطه، اوكي. نفس الشيء بالنسبه حق اللحم، شريتي لحم فيه شحم، مو لازم بعد تزيدي له دهون، خلاص هو فيه شحمه. تاكلين دياي معاه جلد، خلاص. بهالشكل هذا ترى يبسط الكيتو عندكم. أجهزة التزمين يعتمد ليش أجهزة التزمين. هل أنت ما قاعد تطولين بالكيتو كفاية بحيث أنك تتغلبين على شهيتك للكربوهيدرات وإدمانك للكربوهيدرات، ولا أجهزة التزمين لأن مخلية أكلك وايد ممل بشكل أن أنت قاعد تعوفين أكلك؟ وايد ضروري بأن تنوعون بالأكل أول ما تحسون أن يعني قاعد تملون. لأن ما أقول لكم نفس الناس اللي يقولون الكيتو ما في حرمان، ما في حرمان لأن في وايد أشياء، لكن مو معناته أنه ما في ملل، لا في ملل، لأن وايد أشياء ضرورية متعودين عليها قاعد يختفون من حياتنا. خبز، عيش، باستا، بسكوت، كل شيء ضروري بالكيتو بي كومبلكس، كله، مو بس بي 12، كل البيز ضرورية. خصوصا إذا أنتم
خل اقول لكم بي 12 اذا انتم مسوين تكميم في البدايات كان اوكي معاي ان كنت اخذ بس حبوب بي 12. في الاول ما سويت التكميم مبلا الدكتور اعطاني كورس ابر بي 12، بعدين مشاني على حبوب ومشيت عليها اموري اوكي. الحين مع العمر طبعا الجهاز الهضمي ما راح يمتص الفيتامينات والمعادن مثل قبل. مع العمر ومع التكميم الحبوب البي 12 اللي قاعد اخذها ما قاعد تسوي شيء ابدا، كاني قاعد اشرب ماي. فالحين انا قاعد اخذ ابر بي 12 وقاعد احتاج كميه اكبر من قبل. وللاسف احنا عندنا النظام الصحي لما قاعد اروح المستوصف ما قاعد يرضون يعطوني، يقولوا لي انت خذيتي الشهر اللي طاف ما راح تحتاجين هالشهر، مع ان انا عمري بيصير 50 سنه وعندي تكميم. بس دكتور واحد هو اللي فاهم، اللي قال لي مع التكميم في جزء ينشال من المعده، الجزء هذا مسؤول انه هو يطلع ماده تساعد المعده انها تمتص البي 12. الجزء هذا ينشال، فبشكل طبيعي البي 12 عندنا احنا نقل، عشان كذي ملوت التكميم يحتاجون ياخذون جرعات اكبر من حبوب البي 12، لكن هم ما راح يفيد الكثر. الابر هي ضروريه ومو راضين يفهمون، مو راضين يعطوني بي 12، فاضطريت اني انا اعلم نفسي شلون اعطي نفسي ابر بي 12. فالحين قاعد اخذ بروحي ابر بي 12 بالبيت، شيء كلش ما ابي اسويه لكن مضطره. فبي 12 وايد ضروري. اذا انتم قاعد تسوون كيتو اللحم الاحمر عندكم مو هو الطاغي، لان في شيء يصير بالكيتو، في وايد ناس يملون من اللحم الاحمر اللي هو الخروف والبقر كذي، يميلون اكثر للدياي لان طعمه اخف فما يملون منه ويقدرون يلعبون فيه اكثر من اللحم الاحمر. بي 12 بالدياي قليل، حتى البيض فيه بي 12 لكن هم مو قليل، مو كميه كبيره، يعني كم بيضه تبون تاكلون باليوم. فاذا انتم ما تاكلون لحم احمر خلينا نقول كميه زينه، خلينا نقول 5 مرات بالاسبوع، راح تحتاجون بي 12 ضروري تاخذونه. اذا انتم اوكي مو مسوين تكميم الحبوب اوكي، اذا انتم مسوين تكميم صغار بالعمر الحبوب اوكي بس تحتاجون جرعه اقوى. والميثيكوبال اللي هو بي 12 بس نوع من البي 12 امتصاصه اسهل، فما تاخذون اي نوع بي 12، تاخذون بي 12 الميثيكوبال. واذا انتم كبار بالعمر ميلوا على الابر، الابر هي الوحيده اللي راح تنفعكم للاسف. ريف المنجارو قلت هل ينصح الكيتو لشخص عنده سكر نوع اول؟ اي راشد وايد راح ينفعك، او ينفع اي شخص انت تسال عنه. اذا انت بس شنو راح يحسن وايد، اوكي وايد راح يتحسن عندك مستوى احساس بالانسولين. راح تحتاجون مع الوقت انكم تقللون جرعه الانسولين اللي تاخذونها، ما توقفونها 100%. ضروري وايد تفهمون، لانه في وايد ناس يسوون هالغلط هذا، عندهم السكر الاول فقاعد يمشون على ابر الانسولين، يدخلون بالكيتو او الكارنيفور يشوفون امورهم اوكي يروحون يوقفون الابر، وهني اللي يصير عندكم الكيتو اسيدوسس اللي هو شنو ممكن يكون هذا ما اعرف بالعربي. كيتو اسيدوس يصير في مثل تسمم بالكيتوز، وما له دخل بالكيتو، اسمه كيتو اسيدوس بس ما له دخل بالكيتو، له دخل بالانسولين بالانسولين بالجسم اوكي والسكر بالجسم. ضروري ما توقفون الابر 100% حتى لو اموركم بيرفكت، لازم تاخذون، لان انتم عندكم الكبد خلاص ميت ما قاعد يصدر انسولين اوكي. مو مثل النوع الثاني، النوع الثاني تقدرون توقفون ادويتكم بعد فتره لما تشوفون اموركم اوكي، بالتدريج تقللون لين توقفون بالمره. النوع الاول ممنوع توقفون، تقللون مع التدريج مع الوقت تقللون لكن ما توقفون. لا تطولين الغيبه ان شاء الله، ان شاء الله المره يعني راح اكمل. اشوف انا نفسيتي احسن هالفتره الاخيره فان شاء الله. كل ما ادخل كيتو اخرب عندي اشتهاء معجنات. يصير في اللي هو اولا في ادمان الكارب، وهذا يبي له مده وايد طويله عشان تفتكون منه. الكيتو والكارنيفور يساعدكم
لكن مو انه هو خلاص انا دشيت الكيتو. في ناس اوكي، في ناس دشوا الكيتو بعد ابدا ما اشتوها، في ناس بلا. انا من الناس اللي لا، حتى وانا على الكيتوس، حتى وانا بالكيتوسس وبالكارنيفور، بس اشوف قدامي فطاير او خبز او هذا كرواسون، يعني من داخلي احس ببكي. احب هالاشياء، انا احبها. ففي طبع، في تعود، في ادمان، وفي نفسيه. اذا النفسيه تعبانه، اشتهاء الكارب شيء طبيعي يزيد بسبب الكورتيزول. الحين مثل ما انا قاعدش بالمونوبوز، مينونة كارب صايرة، مينونة كارب. يعني اسمي بصراحة، اسمي أنا كارنيفور، لكن ما تتصورون إيش كثر أكلي دلع. عندي خبز، عندي صمون، عندي كيك، عندي بسكوت، كل شيء مسوية أسوي في البيت على طريقة تقريبا كارنيفور. في أشياء 100% كارنيفور، في أشياء 90% كارنيفور. لأن أقدر أكل كاكاو الحمد لله، لحد الحين قادرة أكل كاكاو. بس مع كل هالدلع، بس قاعدة دشيت بالبيرمينوبوز والمونوبوز، قاعد يصير عندي اني اقاوم الكارب، صاير شيء وايد 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 صعب. والله ما صدقت انك مريت بالقصة. لا لا لا، شكلي مصيرة. اوكي شكلي يمكن مو 50، بس مبلا يعني شكلي مبين في عمري. بعد الاكل يجي الالم اذا اكلت دسم. الم وين؟ ألم بالمعدة، بالأمعاء تحت، لأنه ممكن يكون الألم بسبب أن أنت عندك الكبد ضعيف ومحتاج تقوينه، اللي هو يتقوى مثل ما أقول لكم. الكبد يتقوى بالخل الطبيعي، بحبوب العصارة الكبد، بالتتكة، وهم في بعضهم اللي هو شو يسمونه، نسيت اسمه، في أعشاب هم تساعد أن هي تقوي الكبد، تنظف الكبد نوعا ما. هذا ممكن يكون سبب. ممكن ان الدسم الزياده يسبب لك عندك مشكله بالمعده، والدسم الزياده يسبب لك حموضه بالمعده، هذا هم ممكن يكون سبب. اي للحين مستمره بالتمارين، ما وقفت. الشيء الوحيد اللي اصريت اني ما اوقفه، في ايام والله احس اني ابكي وانا قاعده. لانه وقت يعني البيرومينوبوز والمينوبوز الجسم تعبان، النفسيه تعبانه، اخلاق زفت، الجسم ما يبي يتحرك، يبي ينام. وانا بسوي الحين عكسه بالضبط. فاحيانا جد قاعد البس ملابسي بروح النادي احس اني ببكي. في ايام بكيت، وحتى بالنادي في ايام بكيت بالنادي. لان ما ابي اسوي، جسمي تعبان وقاعد اخليه يسوي شيء هو ما يبي. بس انا كنت مصره اني ما اوقف، فكنت اغصب نفسي. وللحين في ايام احس اني ما ابي، بس قاعد اغصب نفسي. كيف اعالج ارتجاع قبل النوم يزيد؟ اولا ما تاكلين قبل النوم على طول، تعطين على الاقل ساعتين. ثانيا حموض، احماض مع الاكل، ليمون او خل عشان تساعدين المعده تتسكر. الدهون لا تكون وايد عاليه، خلي يكون في دهون بس لا تكون وايد عاليه. اشتريت ابر كولاجين للشرب ووجعتني معدتي، كيف اشربها؟ عورتش معدتك من ابر كولاجين؟ من قصدك امبولات صح؟ لا تشربينها على معدة. عادة يقولون كولاجين اخذوها على معدة فاضية تكون احسن. مو شرط، في امعاء ما تتحمل. اذا انت شفت انها تعورج اخذيها بعد الاكل، هم راح تفيد. شنو حل عند اشتهاء معجنات بالكيتو؟ اولا تشوفوا لها الاختيار الثاني اللي هو تسوون معجنات كيتو وتصبرون نفسكم فيها. ثاني شيء بي، فيتامينات بي وايد تخفف شهية المعجنات. الحديد، إذا عندكم الحديد نازل، وإذا عندكم حتى فيتامين د مو كفاية، هم راح تشتهون المعجنات. حتى لو أنتوا قاعد تاكلون ونظامكم كيتو دلع وقاعد تاكلون معجنات كذي، لو مهما تسوون راح تظلون تشتهونهم. إذا عندكم فيتامينات بي نازلة، حديد، فيتامين د، راح تظلون تشتهون معجنات. وحتى النفسية، لأن النفسية شوفوا شلون يلعب الجسم. النفسية تستهلك فيتامينات بي. انزين خلينا نفرض ان انتم قاعد تاخذون فيتامينات بي، اموركم اوكي، بعدين يصير شيء نفسيتكم تصير مو زينه.
مع الأيام الجسم، عشان الجسم يتحمل إنه هو الكورتيزول والنفسية المو زينة، راح يستهلك فيتامينات بي. طبعا معها فيتامينات ثانية خصوصا بوتاسيوم، لكن أكثر شيء راح يستهلك فيتامينات بي علشان يقوي نفسه. فبعد مدة تحسون إن أنتوا مو قادرين تقاومون، تبون معجنات. ليش؟ لأن من ناحية النفسية قاعد تصعد الكورتيزول، والكورتيزول يبي كارب عشان يطخ. من ناحية ثانية البي عندكم قاعد يستهلك الجسم، فنزول معدل فيتامينات بي بالجسم تخلي الجسم يحتاج يطلب المعجنات أكثر، فتصير مثل دورة. يعني انتوا حاسين بدورة ان النفسية قاعد تلعب والبي قاعد يلعب والمعجنات قاعد تلعب. فأهم شيء تصعدون البي كومبلكس، اخذوها بجرعة زيادة إذا هذا وضعكم فترة وشوفوا شلون، وبعدين ردوا نزلوا بالمعدل الطبيعي اللي كان يعني فايدكم. صعد وزنش أو نزل؟ صعد قبل فترة لأني قاعدش بالمونوبوز، صعد وصل ل 79. تخيلوا وصل ل 79 وخصري زاد ل كم وصل؟ 87 سنتي. بس رديت نزلته، الحين صار 75 وخصري صاير 83. فالحين مو باقي لي شيء ورد مثل قبل. الحمد لله. تسمم كيتوني، ايوه راشد تسمم كيتوني، هاي حق الكيتو اسيدوسس. انا النوع الثاني. النوع الثاني امورك اوكي، اذا انت كيتو امورك اوكي ومعدل السكر عندك اوكي، تقدر توقف الحبوب وكذا بعد مده. لكن نوع اول لا. غياب كان ليه منوبوز، بيريمنوبوز ومنوبوز. حبيبتي سوسة ثانك يو. شنو موضوع البث بشكل عام؟ إذا في سؤال، إذا في شيء، هو مجرد إن أنا فضلت أدش بث اليوم علشان شوي أعطي حق نفسي بوش علشان أرد، لأن كل مرة أحط ستوريات أقول خلاص برد، يعني ما يعطيني الحافز إني أنا أرد. أحط يوم يمكن يومين وبعدين أوقف مرة ثانية. فقلت البث يكون في حوار فشوية يساعدني إني أنا أرد، وشوي وخلاص راح أوقف. أنا قلت ساعة بس شي دقيقتين وخلاص. أبدي وأستمر بالكيتو، حالتي النفسية حال تعبانة بعد وفاة والدتي عمري. حبيبتي الله يرحمها. من روز دزيلي على الخاص أوكي، دزيلي الخاص لأنه خلاص بوقف البث. فأكلمك على الخاص أوكي. كارنيفور مريح إيه، لأنه ما في ألياف. بس إذا واحد مو محتاج كارنيفور ليش يحرم نفسه؟ يعني شوفوا أنا شنو صار معي بالكارنيفور. أنا قلت لكم إني أقدر أكل طحين أبيض، لكن طبعا مو على كيفي لأن عندي هم مشكلة مع الكارب. بس مثلا أنا على الكارنيفور أسوي لي خبز كارنيفور ما في ألياف ما في جلوتين. فيوم اللي أجي أخذ أوف، ولحد الحين هالمشكلة معي، لما أجي أخذ أوف لما أكل شيء الحين في شوية ألياف مثلا بطاط، أو أكل خبز ليش في جلوتين، أحس معدتي تصير صخر، أحس إنه قاعد تجيلي لوعة مو مرتاحة، لأنه بالنسبة حق جسمي هذا شيء غريب دش عليه. شيء يضايق، لأن أنا ما فيني حساسية من الجلوتين وما عندي مشكلة مع الألياف. لا بل عندي مشكلة اللي هو الحساسية، ما أقدر أكل برانز وألياف وكذي. لكن مثلا الألياف الخفيفة مثل البطاط بدون قشرة أقدر أكل بطاط بدون قشر، لكن يأذيني. والجلوتين بالذات صاير يأذيني، وأنا ما كان عندي حساسية من الجلوتين، لكن صار معاي كنت أتأذى من الجلوتين لأن انقطع يعني أغلب وقتي أنا بدون جلوتين. فأنا نصيحتي إذا أنتم عندكم ما عندكم مشكلة انكم انتم تكونون كيتو، لا تروحون كارنيفور الا اذا عندكم مشكله. وخلاص الساعه بتخلص. مشكورين وايد حق اليوم، وسوري ان البث كذي كان، بس هاي عشان ابي ارد. فاشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير اوكي، وان شاء الله ما راح نقطع اوكي. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه، باي.